السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصلى اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من شر النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون الكرام، يا أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، أقبل رجل إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشكو إليه عقوق ولده، وذكر من أسوأ ما يصنعه ولده، فأرسل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لهذا الشاب، فقال هذا الشاب: يا أمير المؤمنين، لا تعجل علي، أليس للولد حق على أبيه كما أن للأب حق على ولده؟ فقال سيدنا عمر: نعم بلى. قال: فما حق أبي علي؟ قال: أن يحسن اختيار أمك، وأن يحسن من اختيار اسمك، وأن يحفظك القرآن. فقال الغلام: يا أمير المؤمنين، إن أبي لم يفعل شيئا من ذلك، أما أمي أمه في عقلها شيء، خرقاء أعير بها في كل وقت وحين، اشتراها أبي من السوق بدرهمين، فنام معها ليلة فحملت، فلما ولدتني كره أني ولدت منها فسماني جعلا، والجعل حشرة كالخنفساء تعيش في الصحراء، تدفع النتن بأنفها أو على أنفها. سماني جعلا ولم يحفظني آية من القرآن، فالتفت عمر رضي الله عنه إلى ذلك الرجل ورفع عليه الضر وقال: اذهب فقد سبقت ولدك إلى العقوق. فالمال والبنون زينة الحياة الدنيا، إذا أحسن المرء التعامل معهما وكسبهما من حلال كان من أهل الجنة في الدنيا والآخرة، والذي يتعامل بماله من حرام
يكسبه من حرام وينفقه في حرام كان يكون عليه عذابا في الدنيا والآخرة. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن رجلا وامرأة تطلقا وكان بينهما غلام عمره 9 سنوات، فجلس أمام القاضي كل واحد منهما يريد حضانة الغلام، فنظر القاضي إلى الغلام ولما علم أن الغلام قد شب وأنه مدرك وقادر فخيره بين الرجل والمرأة، فقال له: تختار أمك أو تختار أباك؟ فقال الشاب الغلام: قال أختار أبي. ففرح الأب وأراد أن يخرج، فقالت المرأة: أيها القاضي على رسلك، سل الغلام لماذا اختار أباه. فقال: لماذا اخترت أباك؟ قال: قال الشاب: إذا كنت مع أمي تذهب بي ترسلني إلى الكتاب، إلى المكتب، إلى الفقيه، وربما كان يضربني، أما أبي يدعني ألعب في الطريق كيف يشاء. فجذب القاضي الغلام من الأب وسلمه للأم وقال لها: أنت أقدر عليه، أنت عارفة مصلحته، قد يكون الأب مشغول في العمل ولكن الأم مع ابنها في البيت، فهي المسؤولة تماما عن هذا الولد. ولذلك قال الشاعر: مشى الطاووس يوما باعوجاج فقلد شكل مشيته بنوه، فقال: على ما تنحرفون؟ قالوا: قد سبقت به ونحن مقلدون، فخالف سيرك المعوج واستقم، فإنا إن عدلت معدلوه، أما تدري أبان كل فرد يجاري في الخطى من أدبوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وما دان فتى بحجن ولكن يعلمه التدين أقربوه، فهل علمنا أولادنا على التدين والالتزام؟ والجواب وهذا السؤال إجابته عند كل واحد منا، وكل واحد منا أدرى بنفسه. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: تتبعت فساد الآباء أو تتبعت فساد الأبناء فإذا بعامة فسادهم من فساد أبنائهم. كيف ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه رقم 1، وخلقه رقم 2، وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا جاءكم من ترضون دينه، صاحب الدين. يا أخي أنا أعجب لما رجل شاب يتقدم لخطبة بنت صالحة، أبوها يقول له: أنت شغال يا ابني؟ يقول له: ده أنا راجل صنايعي باليومية على باب الله بس حافظ القرآن. يقول له: يعني بنتي لما تعوز تفطر هتروح لبتاع الفول والطعمية تقرأ له ربع، ولما ابني يتعب ولا تخلف هتروح للدكتور تقرأ له ربع علشان يكشف على بنتي، وهكذا. طب يا عم الحاج، ولما يجي لك إنسان معاه فلوس، شاب معاه فلوس ومعاه شقة ولكن بيشرب بانجو، تعمل ايه بقى؟ يقول لك معاه شقة ومعاه فلوس، هوافق. يا راجل، هتبيع بنتك عشان الفلوس وشهر واتنين لبتاع بانجو، وبعدين نذهب لهذا الرجل وكمبيالات وشيكات ونحتال عليه عشان يتقي الله في بنتك؟ ولا يتقي الله تبارك وتعالى. يقول لك عنده شقة وعنده مال، هنيلها هذه الشقة يا رجل. الله تعالى قال: يمسيكم الله في أولادكم، يعني خلي بالك من لحمك، خلي بالك من عرضك، حافظ على بنتك. انت مش قادر تأكلها، مش قادر تشربها، مش قادر تلبسها، مش قادر تسكنها، مش قادر تبيع بنتك، تبيع عرضك لراجل بتاع حشيش ومخدرات، ونعيش في دوامات
إلى هذه اللحظة إنسان بيشرب مخدرات ومسكرات مش هتعرف تتعامل معاه. لابد أن تختار صاحب الدين. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. سيدة خديجة رضي الله عنها لما نظرت اللي لفت انتباهها للنبي صلى الله عليه وسلم، وسيدة أعمال كانت تضارب بأموالها واشتغل مع ناس كتير جدا قبل النبي صلى الله عليه وسلم. اللي لفت نظرها للنبي الصدق والأمانة والشهامة والرجولة، كل هذه في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. أما أهل القرآن دلوقتي احنا بنتريق على أهل الإيمان وبنتريق على أهل القرآن، واحنا اللي بنتريق على البخاري ومسلم وبنتريق على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعكسنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم تماما تماما تماما. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه وأمانته. البنت اللي اختارت قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. كان رجل عنده دين، عنده أمانة، دي اللي هيحافظ على بنتك واللي هيستر بنتك. والذي ينطبق على الرجل ينطبق على المرأة. الذي يسير على الرجل يسير على المرأة. تنكح المرأة لأربع: لجمالها ودينها وحسبها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. اختار صاحبة الدين. زي ما بنقول أكرموا الشباب وأكرموا أهل العلم الذي رفعهم الله تبارك وتعالى. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. زي ما بنقول أكرموا الشباب، وجهوا الناس، نوجه الناس نحو الفتيات المعاففات المحجبات الذين يجلسن في بيوتهن. تلاقي مشكلة كبيرة وإشكال كبير من الشباب يقول لك إيه؟ أنا بحبها يا عم الحاج. أنت شفتها؟ يقول لك ده أنت قديم قوي يا عم الشيخ. شفتها؟ ده احنا قاعدين مع بعض ليل نهار، ماسنجر واتساب ليل نهار، وانتهكت الحرمات ودخل الفسقة إلى حجرات النوم ونحن في غفلة. ويا هاتك حرم الرجال وتابعا طرق الغواية أنت غير مكرم. من يزني في قوم ب1000 درهم يزنى في قومه بغير الدرهم. إن الزنا دين إن استقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي. هؤلاء الفسقة الذين دخلوا هذه البيوت نحذرهم. إن ربك لبالمرصاد، وكلنا يعلم تمام العلم. أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لابنتك؟ وهكذا حذر نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: تتبعت فساد الأبناء فإذا بفسادهم بعامة فسادهم من الآباء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعيته، أي رعية، أطفال، أنعام، شوية طيور في البيت، شوية عصافير، أي رعية، ما من عبد يسترعيه الله رعيته يموت حيث يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. الجنة حرام على الغشاش. يا أخي اسمع، مش مطلوب من حضرتك إنك تأكل وتشرب وتلبس بس. يبقى إذا الفرق بينك وبين المؤاخذة، ما هو بيأكل ويشرب برضه. ما الفرق بينك وبين الإنسان الذي يربي الحيوانات؟ الله تبارك وتعالى أعطاك عقل وأعطاك رأس. ده مش مش بطيخة تحمل هذه البطيخة ما تفكرش. ما من عبد يسترعيه الله رعيته. أنت مش قادر تنفق على، يقول لك يا عم الحاج أنا بشرب وبأكل وبلبس. أنت مش معانا ولا يا عم الشيخ؟ لا أنا معاك، ما احنا بنأكل ونشرب وفي كهرباء وفي مية وفي كل حاجة. بس المطلوب من حضرتك إنك تربي قبل أن. أنت مش مطلوب منك الرزق، على فكرة جاي لك. ما تشيلش هم الرزق، هو كده كده جاي، كده هيجي لك. ولكن مطلوب منك إنك تشيل هم الشغل، إنك تصحى بدري، تظبط مواعيدك، تفتح دكانتك،
تظبط أسعارك، تظبط المعاملات مع الناس، دي اللي مطلوب منك فقط. أما تشيل هم الرزق، الله تعالى قال نحن نرزقهم وإياكم ونحن نرزقكم وإياهم. المطلوب من حضرتك إنك تربي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. أنت شاغل نفسك إزازة الزيت ب100 جنيه والسكر ب50، وطول النهار شاغلين نفسنا، شاغلين بالنا بالأسعار. وأقسم لكم بالله إحنا في قريتنا حوالي مثلا 1000 نسمة. أسألكم بالله كم واحد بيصلي الفجر؟ إحنا كم واحد بيصلي الفجر؟ طلع 100 كده في ال3 مساجد، 100 فقط، وباقي 900 فرد مقيد في البطاقة إن إحنا داخل القرية. يبقى أنت تطلب من ربنا إن ربنا يبعد عنك الغلاء ويرزقك وأنت قطعت الصلة أصلا بينك وبين الله تبارك وتعالى. إزاي بتطلب من ربنا إن يوسع عليك الرزق وأنت أصلا ما بتصليش الفجر؟ إحنا دلوقتي أصبحت الصلوات ظهر وعصر ومغرب وعشاء فقط. الفجر ده مات خلاص، ما عادش في فجر خلاص. لو جمعت الناس، أعداد الناس، هتلاقوا حوالي 100، والله 100 كتير كمان، من 1000 نسمة رجالا فقط. يبقى إنا لله وإنا إليه راجعون. فالذي ينبغي على كل مسلم إذا أردنا أن يرفع الله تبارك وتعالى عنا ما نحن فيه، لابد أولا أن أعود لكتاب الله وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، والحديث يرويه لنا الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، يهودي، أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم أو يسلمانه، لأنه أصل الملة التي فطر الله الناس عليها. كل مولود ينزل إلى هذه الدنيا ينزل على التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل إنسان ينزل إلى هذه الدنيا إنما ينزل على الأخلاق الفاضلة الكريمة. طب الفساد يجي منين؟ زاد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فقال بعض العلماء: كالسيارة مثلا تخرج من مصنعها، هل ترى فيها عيب؟ والجواب لا. فما ظنكم وما بالكم بمولود خلقه الله تبارك وتعالى؟ فقال: فتبارك الله أحسن الخالقين. في زيادات في هذا الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. كالإبل. مالها الإبل؟ تولد جمعاء. يعني إيه؟ يعني جسمها كامل، رجلها كاملة، شعرها كامل، تولد جمعاء. هل تروا فيها جدعاء إلا التي تجدعونها أنتم؟ يعني أنتم شفتم قرن مكسور اللي بعد ما كسرتموه أنتم؟ شفتم رجل مكسورة اللي بعد ما كسرتموه أنتم؟ يعني الفساد ده جه منين؟ جه مني ومنك. لذلك قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. حينما خلق الله تبارك وتعالى السماء والأرض، خلق السماء سليمة كاملة، وكذلك الأرض، وكذلك الجو، وكذلك الشجر. ما الذي أفسد هذه الأمور؟ أنا وأنت. لذلك قال الله تعالى: بما كسبت أيدي الناس. فأعظم الظلم أن تقع هذا الظلم على ولدك الذي تتركه، ميراثك التي تترك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به،
أو ولد صالح يدعو له. هذا الولد ينبغي على كل إنسان منا أن يحاول أن يربي هذا الولد أو يربي هذه البنت بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أختم بهذا، لو أن لك ولد مثلا، لما مثلا يكون عندك ابن تركت هذا الطفل يجول في الناس ويسب فلان وعلان، أنت هتجيلي، أنا هجيلك أشتكي لك من ابنك، هتقول لي أول مرة معلش، طب وتاني مرة معلش، طب وثالث مرة. ما الذي أوصل هذا الولد إلى هذه الطريقة؟ ما الذي أوصله؟ يقول لي يا عم الحاج ده عريس، أنا هكلم عريس، ده راجل دلوقتي. أنت الآن إنسانا سلبيا. لابد أولا أن تحاسب ولدك على كل صغيرة وكبيرة. يا أخي ده بالعامية كده، لو عندك شجرة انحدرت يمينا أو يسارا، هذه الشجرة لما ربطتهاش بحبل هتعمل إيه؟ هتنحدر منك يمينا أو يسارا. فكذلك الولد لابد أو يجب عليك أن تربي هذا الولد، تحاسبه في كل صغيرة وكبيرة حتى لا يصل بك إلى الفساد وإلى التدمير كما حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، يا أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا باختصار شديد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا سهلتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بمصر وأهلها وشعبها خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بمصر وأهلها وشعبها شرا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدار السوء عليها رب العالمين. اللهم استر نساءنا ورب لنا أولادنا واحفظ بناتنا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم واشكروه على نعمكم وأقيموا الصلاة.